بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هتعرفوا ازاي تستخدموا ده كله في الاخر مع بعض. تمام. هنيجي كده دلوقتي لجزء الريكتانجل او المربع، نيجي نحدده كده. نفس الكلام، كليك شمال هتلاقيه اتحط معانا. تمام. وبرضه قلت لكم ازاي تكبروا وتصغروا من هنا كده. هتلاقوا لو شلت التحديد عنها، اجي كده اقف بس عليها، اقف عليها، هيظهر حاجة كده ايه حوالينها بوردر كده بلون ازرق. تمام. شايفين؟ طب لما اجي اقف عليها هيظهر كده، هيظهر على كل حرف، على كل زاوية بتاعت عنصر ايا كان العنصر، بيظهر حاجة كده ايه نفس البوردر الازرق، بس حاجة زيادة مربع كده صغير ابيض. تمام. انت لو وقفت عليه كده هيظهر الماوس ده عادي. شايفين شكل الماوس؟ لما اجي اقف واروح عند الجزء المربع الصغير ده، هتلاقوا ان في حاجة اسمها تكبر وتصغر، في شكل انك تكبر وتصغر. تمام. اجي اكبر واصغر ايا كان الحجم اللي انا عايزه. تمام. بالشكل ده. نفس الكلام مع الخط. اجي كده بس. الفكرة ده مختلف، يعني ده ما يبقاش كليك يمين بس، لا، انت لازم اقصد كليك شمال، لازم تفضل ضاغط كده ضغطة مطولة وتسحب. تمام. تسحب كده عشان الخط يتعامل معاك. تمام. بالشكل ده كده. نفس الكلام هختار الدايرة. ما ينفعش ان انا اضغط كليك شمال بس مرة واحدة، لا، الخط والسهم لازم كليك شمال وتفضل ضاغط وتسحب. تمام. تسحب كده هيظهر معاك بالشكل ده. هاجي عند الدايرة، اجي احدد الدايرة. طبعا كل القائمة دي انت تقدر تختار تفتح القائمة دي من السهم اللي موجود جنب التول اللي موجودة. تمام. تيجي هنا كده اخترت الدايرة دي. طبعا زي المربع، كليك شمال بس وهتكون ظهرت قدامك. تمام. ايا كان الدايرة او المربع او الدايرة او المربع او المثلث، بينزل بحجم 100، ويدث 100 وهايت 100، اللي هو 100%، 100%. تمام. فطب لو انا جيت هنا كده حتى لو جيت حددتها، وهيجي المقاس تحت هنا كده، في عندك الويدث 100 والهايت 100. تمام. طب لو جيت خليت العرض بتاعها اكبر من الطول، يعني شوف هتبقى عامله ازاي. مش هتبقى دايره، يعني دايره مش مظبوطه، فاهمني؟ فلازم الدايره تكون مقاس يا اما 216، 216. تمام. وفي 216 100%، 200%، ما ينفعش 200، 200 في 150، مش هتبقى مظبوطه الا واذا كان انت عملت المقاس ده لشكل معين. تمام. فاحنا هنرجع كده هنخليها 100%، او ان احنا لو جينا نكبر ونصغر كده هنلاقي شكلها مش مظبوط، يعني بتكبر بشكل ايه، يعني شكلها مش احسن حاجة. فهتيجي عشان ان انت تكبرها من غير ما تخلي مقاس اكبر من مقاس تاني، هتيجي هنا كده تضغط كليك شمال، وفي نفس الوقت تضغط على شيفت عندك وتبدأ تكبر براحتك. هتحافظ على نفس المقاسات في الاتنين. تمام. هتيجي تاني حاجة عندك البين تول. ايه البين تول دي؟ تقدر ترسم اي حاجة، يعني بص تيجي كده ترسم 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 في الاخر توصلهم ببعض. تمام. هتيجي في الاخر لا، يعني مثلا اعمل شكل معين، هاجي كده اهو، اختار ده بس ايه اغير اللون. رسمت الشكل ده مثلا. تمام. نشيلها طبعا. تمام. تمام. دي فكرة البنتول. نفس الكلام القلم هنا كده تقدر تكتب ايا كان الحاجة اللي انت ممكن تستخدم بها ايه. عندك برضو من اهم الحاجات اللي موجودة برضو في فيجما او التولز اللي في فيجما، عندك حاجة اسمها التكست. طبعا ده اكيد من اهم الحاجات اللي موجودة. هتيجي كده نفس الكلام زي ما قلت، عشان تقدر تضيف المربع او الدايرة لازم كليك شمال في المكان اللي انت عايز تضيف فيه. تضغط كده كليك شمال، بدأ يظهر لك سهم كده اللي هو ايه بيقول لك، بيسمح لك انك تكتب. تمام. اجي كده اكتب مثلا ايه هوم بيج مثلا. تمام. طبعا انا كده قدرت اكتب طبعا، يعني بس الفكرة ان انا عايز اكبر الخط وكده، لا، مش ما تقدرش تكبره من هنا، لازم يعني بالشكل ده. شايفين لما كنا بنكبر المربع والدايرة؟ شايفين كده ما تقدرش، لا، ما تقدرش تكبره. تمام.
ده بس بيديله مساحة ان انا اقدر اتحرك في المكان اتحرك في الفريم اللي انا حاطه للكتابة دي. يعني مثلا اجي في النص، ابقى تحت، ابقى يمين شمال بالشكل ده. تمام. بس لا طبعا ما اكيد دي لها استخدامات، بس انك تكبرها وان تكبر الخط نفسه وكده يعني مثلا بالشكل ده كده ما ينفعش تكبرها من هنا. وانا اقول لكم طبعا ايه لازمة إيه اشرح لكم الجزئية اللي في اليمين دي وطبعا دي اهم حاجة في في فيجما عموما. تمام. كده عرفنا ازاي طبعا هنكتب. ونيجي لجزء الكومنت هنا. نفس الكلام، كليك يمين كليك شمال. تمام. اكتب ايا كان الكومنت اللي انا عايزه. اكتب مثلا ايه، ريموف تكست مثلا. ده يعني الكومنت ده بيبقى ليه كذا استخدام. انت ممكن دلوقتي شغال مع تيم، تمام، وشغالين في نفس الديزاين، وعندك كومنت معين في نقطة معينة، فبتروح تقف عند ده، تمام، وتقول له كذا كذا، ريموف تكست مثلا، انتر، بتظهر بالشكل ده. تمام. بتكون ظهرت بالشكل ده. طبعا ما يعني ما تبقاش كده بس، لا، انت ممكن زي نفس فكرة السهم كده، ضغطة كليك شمال كده، تفضل تضغط كليك شمال وتسحب تحدد المكان اللي انت عايز يكون فيه الكومنت بالشكل ده كده. ريموف تكست كده بقت افضل، صح؟ ريموف تكست. ونيجي نبعته من هنا كده، خلاص. اليوزر التاني او الشخص اللي معاك في التيم يقدر يشوف الكومنت وخلاص هو شافه. تمام. بيظهر له بالشكل ده كده. تمام. نيجي نمسحهم. طيب، واخر جزء عندك هنا الاكشنز. ايه الاكشنز اللي هنا دي؟ اهم حاجة هنا، تمام، اهم حاجة في الاكشنز جزء البلجن. البلجن دي بتبقى معمولة عشان تحل مشاكل او تساعدك في حاجات كتير جدا. تمام. انا مثلا مستخدم هنا في الديزاين ده حاجة اسمها ايكونز. الايكونز دي انت مش هتقعد ترسم مثلا القلب او العربية دي مثلا، مش ممكن ترسمها لو، او هتحتاج انك تتعلم ازاي ترسمها اصلا، وهتاخد وقت. فعندك جت بلجن تقدر تحل لك المشكلة دي. نيجي هنا كده هنختار بلجن من هنا. هنكتب اسم البلجن اللي احنا محتاجينها. يعني اصلا جالك في الحاجات الاكثر استخدام وكده، عندك حاجه اسمها ايكون بارك. تمام. نيجي نختارها. لما نختارها ونيجي نفعلها عندنا، هنيجي تحت هنا كده نختار رن. تمام. ما اعرفش ايه البلجن دي تمام تمام. هنيجي كده مثلا عايزين نعمل سيرش بالقلب مثلا. تمام. جالي الاشكال دي مثلا الشوب او السله. جات لي ايا كان بقى الايكون اللي انا محتاج، اللي انا اخترتها. جيت هنا عملت ابلاي، خلاص ظهرت عندي كده، بدل ما اقعد ارسم واعمل والكلام ده كله واضيع وقت. فهي جت حلت لك المشكله دي. تمام. نيجي هنا كده نضيف عندنا برضو في الفريم. جيت ايه كمان الثلاث حاجات اللي موجودين هنا. عندك حاجة، عندك اول حاجة هنا الخاص بالديزاين بتاعك. تمام. وهنا ده الخاص، ده الوضع الخاص ثانية، ده الوضع الخاص بالديزاينر. تمام. في وضع تاني خاص بالديف مود، خاص بالمبرمجين. تمام. ازاي بقى خاص بيهم؟ لو هتيجي هنا كده، ده لازم يكون الحساب معمول له ابجريد، بس ما علينا. ده ما يهمناش دلوقتي يعني. طب انا دلوقتي حابب ان انا اغير لون المربع ده. حابب ان انا اغير لون المربع، او ان انا اخلي البوردر راديوس بتاعتها كده ما تبقاش شرب كده، لا انا عايزها اخليها مثلا بالشكل ده. شايفين بالشكل ده كده؟ انا اقدر اكيد طبعا اغيرها من الدايره اللي ظاهره دي، بس زي ما قلت، انت التفاصيل بتاعتك زي الحجم،
الويدث والهايت والشفافية بتاعتها واللون وكل ده في مكان تاني، تمام. تقدر تغير منه، يعني هيكون بروفيشنال اكتر انك تغير من المكان ده. وهتعرف بعدين ليه، يعني في حاجة اسمها variables وكلام من ده. طبعا تقدر ايه لما توصل لحاجة زي كده، للمرحلة دي هتفهم انت ليه لازم تغير من المكان ده، تمام. طبعا انا دلوقتي قلت اول حاجة ان انا عايز اغير اللون. لما قلت ان انت لما تيجي تقف هنا كده هتلاقي اللي اتحدد عليها المكان اللي انت وقفت عليه اتحدد بالازرق كده، تمام. هاجي اختارها كده. جالي في الجزء اليمين ده، ده تفاصيل اللاير بتاعك. حتى جاي لك هنا بيقول لك ان ده ريكتانجل او مربع، تمام. ده تفاصيل اللاير بتاعك. اول حاجه عندك الجزء البوزيشن. ايه جزء البوزيشن ده؟ انا دلوقتي عايز اخليها ليفت. تبقى فين ليفت، تمام. هاجي هنا ليفت بالنسبه للفريم اللي انا شغال عليه. ليفت بالنسبه يعني بدل ما اجي هنا كده واحركها بنفسي واقوم رايح كده محركها، اوديها على الشمال، تمام. لا، انا ممكن اجي عادي جدا، وفي اختصار هنا اسمه ايه، ليفت، تمام. في ايكون، تمام. في ايكون هنا، ايكون في ايكون آه ظاهرة هنا كده، بس ظاهرة الايكون دي بتوديها على الشمال، تمام. ونفس الكلام انت لو خدت بالك من الايكون هتلاقي بتوضح لك شكل الحاجة اللي بتتعمل ايه، تمام. عندك هنا بتخليها في السنتر، اللي هي بتخليها في النص، بدل ما قلت لك احركها هنا وهنا وهنا تحركها بنفسك وكده يعني شوف، لو في اكتر من عنصر هتتلخبط. فلا، انت قول له لا، انا عايزه سنتر الفريم اللي جواها، تمام. او جيت هنا كده اخترت السنتر. نفس الكلام عايزها في الرايت، تمام. طب انا عايزها رايت توب، يعني ما تبقى تبقى يمين فوق. هتيجي نفس الكلام اللي جنبها كده، الاين توب، تمام. او سنتر نفس الكلام، او تحت خالص. فهخليها سنتر جت بالشكل ده، تمام. وبرضو يعني انا دلوقتي عايز اخلي المربع ده يبقى فوق اول عنصر يبقى ظاهر، يعني يبقى دول يبقوا تحته. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ انا ممكن بس عشان اميزه باللون ده. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ انا ممكن اجي من هنا كده، تمام، واختار ان هو ايه يبقى فوق العناصر اللي موجوده. هاجي هنا، ده برضو ضغطت كليك يمين واخترت الخيار ده، جالي انها خلاص بقت فوق. طب انا دلوقتي زي ما قلت، طب انا دلوقتي في استخدام برضو لها في اللاير، انك تقدر تسحب اللاير ده او العنصر ده من تحت كده، او ايا كان. انا مثلا عايز اخليه فوق الخط بس، يعني مش فوق السهم، لا، يعني فوق الخط بس، تمام. هاجي هنا كده هنلاقي خلاص ان هو بقى فوق الخط وتحت السهم وتحت الدايرة برضو. انما لو جيت هنا كده هيبقى فوق كله، فاهمني؟ يعني هيبقى فوق السهم والخط والدايرة وكله. فانا لا، انا عايزها بس ايه، فوق الخط ده. برضو انك تقدر تتحكم فيها من جزء اليارز دي برضو، تمام. آه طب هاجي عندي للجزء هاجي هنا كده هلاقي عندي حاجة اسمها layout. انا زي ما قلت انك تقدر تغير في حجم العنصر بتاعك من هنا كده، صح؟ طب انا يعني معايا ارقام معينة، مثلا 300، يعني مثلا 290 في 290 او في 150 مثلا. الويدث 290 والهايت 150. هل انا هقعد اجي كده اقوم جايب اقعد لحد ما اوصل لل190 واحده واحده كده، زي ما انتوا شايفين تحت هنا كده الرقم ده، لحد ما اوصل لل190 وبعد كده ال150؟ اصلا ما جابتش الرقم بالظبط لحد ال150. ولا اجي من او في مكان معين اكتب في الرقم يتطبق على طول؟ اه بالظبط. في حاجه اسمها هنا لي اوت. بتيجي هنا تكتب مثلا 290، تمام. تيجي تيجي برضو نفس الكلام عند الهايت. في حاجة اسمها عشان بس يتطبق وتشوفه بشكل اوضح، هنخليها فوق. تيجي هنا كده تخليها 290، تكتب الرقم بتاعك، انتر. الويتس بقى 290. نفس الكلام الهايت عايزه 150، دي تكتب ايا كان الرقم بتاعك، انتر بقى بالشكل ده. 290 في 150، تمام.
انا دلوقتي برضو نفس الكلام عايز بما ان هي فوق كل العناصر دي، انا عايزها تبقى بشفافية معينة بحيث ان انا اقدر اشوف بشكل معين الحاجة اللي وراها. طب دي هتيجي زي ما حاجة اسمها الابيرنس. تمام، الحاجة دي عندك اول حاجة الشفافية، هي موجودة دلوقتي طبعا 100%، انا ممكن اخليها 70%. جات لي بالشكل ده كده، اقدر اشوف الحاجات اللي وراها بشفافية معينة اللي هي ايه 70%. ممكن اخليها طبعا 10%. بالشكل ده بالشكل ده برضه بقت بالشكل ده. تمام. الحاجة التانية نفس اللي يعني زي ما قلت البوردر راديوس اللي هي اللي من هنا دي المانيوال دي اللي تعملها بنفسك. لا، انت تقدر تتحكم في كل حاجة من الجزء ده. تمام. عندك في الابيرنس البوردر راديوس هنا كده، الكورنر راديوس اقصد، عندك هي زيرو مثلا. تمام، انا عايز اخليها وليكن رقم معين 14، بقت بالشكل ده. تمام. طيب انا عايز دلوقتي ان انا اخلي الم... الحاجة دي ما تبقاش بس مثلا زاوية وزاوية، زاوية او زاوية، لا يعني مثلا انا ممكن اخلي هنا شارب وهنا تكون بمقاس معين. ازاي حاجة زي كده هتيجي؟ شايفين طبعا مكان تمام. هتيجي تحت هنا كده عند حاجة اسمها ايه ده، لما تيجي تضغط عليها بيظهر لك تفاصيل اكتر عن الكورنر راديوس. تمام. تيجي هنا كده، ده كله واخد 14. طب انا عايز الزاوية اللي فوق في اليمين واخدة زيرو مثلا. تمام، سوري زيرو. تمام، بقت بالشكل ده. ونفس الكلام عايز الشمال تحت زيرو، بقت عندك بالشكل ده. طبعا لها استخدامات كتير. تمام. انا بقى هرجعهم كده كلهم 14 بعد كده. تمام. عايز ان انا زي ما قلت اغير اللون. هدفي الاساسي ان انا قلت اصلا داخل ان انا عايز اغير لون العنصر ده. هاجي هنا كده عند الفل، حاجة اسمها فل، هاجي كده اضغط على اللون نفسه. شايفين اللون ده؟ تمام. اجي اضغط عليه، اقدر ان انا احرك الدايرة دي واختار اللون اللي انا محتاجه. طبعا ده ملايين الالوان. تمام. تيجي مثلا المكان ده، وكمان ده الجزء الخاص بالاحمر، يعني جميع اذا كان بقى دارك، اذا كان فاتح، اذا كان قريب من الابيض، قريب من الاسود، الكلام ده كله. اجي مثلا اقف عند المكان ده، لو عندي مثلا، لو حبيت ان انا اختار اي لون تاني نفس الكلام، الفاتح او الغامق او ايا كان كل الكلام ده. تمام. اخترت لون معين، جيت هنا كده اخترت اللون ده مثلا. تمام. عندك ايه هو الهيكس او الهيكس كود ده؟ إيه الحاجة دي؟ ده دي حاجة. تمام. بتقبل كود لون. تمام. اللون بتقبل لك اللون على هيئة كود. انت لو جيت اخترت ار جي بي بيبقى بالشكل ده. تمام. اذا كان بقى الاحمر كام في مثلا 20، لو خليت الاخضر مثلا 10. فكل رقم بيغير لك لون معين. نفس الكلام مع الهيكس كود. انت بتيجي هنا كده، لو شلت ال A2 مثلا وكتبت A2 هيتغير بشكل هيتغير خالص. تمام. فانا قلت كل لون بيحتوي على كود هيكس كود. تمام. خلصنا من جزء الالوان، لون العنصر. هنيجي عندك حاجة تانية اسمها ستروك. دلوقتي العنصر ده، شايفين الفريم ده الحاجة الزرقاء لما اجي اختار مثلا المربع ده، فزي ما قلت لكم طبعا في حاجة زرقاء حواليه. ده يعتبر الفريم بتاع العنصر ده. طب انا عايز اشيل اللون ده. تمام. واخلي نفس شكل الفريم ده، عايز اخلي نفس المقاس ده بس يكون خط، يعني ما يبقاش ايه لون كامل بالشكل ده. انا ممكن عند حاجة هنا اسمها ستروك، اجي اضغط عليها. تمام. ادت لي لون معين اللي هو الاسود. انا مثلا عايز اخليها ايه احمر. تمام، بقت بالشكل ده كده. اجي هنا كده عند الفيل، لو عايز اخفيها من هنا كده.
تمام. عايز اظهرها من هنا برضو. عايز ان انا اخلي شفافيتها بدرجة معينة، مثلا 20% بقت بالشكل ده كده، او حتى 5% بالشكل ده. تمام. او ان انا اشيل الفيل ده خالص. انا ممكن اصلا في حالات معينة ممكن اعمل لون ولون فوق بعض. تمام. فلو عايز اشيل لون معين هاجي من هنا طبعا واشيله. تمام. عندك تاني حاجة جزء الستروك، نفس فكرة الألوان والشفافية وإنك تخفي وإنك تمسح. في حاجة زيادة هنا، عندك حاجة اسمها انسايد. انسايد دي بتخلي احنا ممكن بس نديلها رقم ثانية. لو جينا نزود، هي دلوقتي الفيجما، الفايل اللي موجود في فيجما بيبقى مكون من بيكسل، او الشاشة عموما بتبقى مكونة من بيكسل. تمام. فعندك دلوقتي ده ادي بالعرض واخدة 1 بيكسل، انت ممكن تزودها لاتنين لتلاتة لاربعة، مثلا 4 بيكسل. تمام. فخدت عندي من البيكسلز اللي موجودة 4. تمام. الفكرة دلوقتي ان الخط اتعمل جوه المربع نفسه، انا عايز اخليه بره الفريم. فعندك حاجة اختار انسايد، هخليها اوتسايد، بقت ان هي بره الفريم نفسه. تمام. طبعا انا عايز اخلي اتنين جوه الفريم واتنين برضو بره الفريم. هختار سنتر، قال ان هنا الفريم بتاعك اهو، قال اتنين جوه واتنين بره. تمام. انا خلاص عملت غيرت اللون، وشلت مثلا حطيت الفيل بلون معين والستروك بلون. هنيجي طبعا دلوقتي انتوا عرفتوا كل الادوات اللي في فيجما. تمام. وايه اهمية اللايرز والبيج، وازاي اصلا تغير اسم الفايل. وبرضو نفس الكلام الديتيلز او التفاصيل بتاع اللاير بتاعك اللي موجود، واهمية الفريم. تمام. احنا دلوقتي حابين ان احنا نعمل اول حاجة بيج زي دي. هنيجي هنا. تمام. اول حاجة طبعا في البيج حاجة اسمها هيدر. اول حاجة في الويب سايت حاجة اسمها هيدر. الهيدر ده بيكون موجود فيه اللوجو، الهوية بتاعة الويب سايت. تاني حاجة الروابط اللي بتختصر على اليوزر، الروابط اللي بتختصر على اليوزر. تمام. ان هو يروح يتنقل لأماكن معينة. وتاني حاجة نفس الكلام، انا ممكن اضيف هنا بطن او زر. تمام. بس انا ضايفها بالشكل ده. فانا هاجي دلوقتي اعمل نفس الفريم اللي الفريم ده معمول بيه. طبعا مش بنفس المقاس، فانا هاجي كده اكتب 1920 في 890 مثلا. اجي امسح كل الحاجات اللي موجودة دي كده. تمام. وهاجي هنا عندك اول حاجة موجودة الصورة دي او اللوجو او الهوية. تمام. انا ممكن احط اي حاجة، انا ممكن اجي هنا مثال واجي هنا كده واكتب جوجل لوجو بي ان جي، واقول لكم ايه الفرق بين البي ان جي والجي بي جي والكلام ده كله. انا جيت هنا كده عند الايمج، اخترت ده مثلا، ده. اجي هنا كوبي ايمج. تمام. واجي ان انا ايه اضيفها هنا. ازاي اضيف حاجة زي كده هنا؟ انا اولا جيت هنا ضغطت كليك يمين، عملت كوبي للصورة. تمام. جيت عن البرنامج بتاعي، طبعا انا خدتها كوبي بيست بقى، ان انا خلاص نسختها وهلصقها هنا احطها في المكان ده. هاجي هنا كليك يمين، هلاقي عندك حاجة اسمها بيست هير. تمام. هضغط عليها هتلاقي اصلا خلاص ظهرت عندي في الفايل بتاعي بحجم كبير جدا. وطبعا انا قلت لكم ازاي تتحكموا في الحجم بتاعها وكده. واذا كان ما كنتش عايز تغير من المكان هنا، وبدل ما تكبرها بالشكل ده فان انا عايز اصغرها، طبعا هي كبيرة جدا على الفريم، فانا اصغرها من هنا كده. تمام. بالشكل ده كده. هاجي هنا اهو، هضيفها عندي في الفريم، اسحبها كده من بره، اجي اضيفها هنا. تمام. هنا كده مثلا يعني. تمام. عندك تاني حاجة وطبعا ازاي تقدر برضو تضيف نفس اي صور عندك في الجهاز. هتيجي هنا كده، انا مثلا حملت الصورة دي، جيت هنا عملت سيف ايمج از، وفي الداونلودز. تمام. جيت هنا كده
لو انتوا فاكرين في عندك في الاشكال، عندك كان في حاجه في الاخر اسمها ايمج وفيديو. انا لو جيت ضغطت عليها، اجي عند الداونلودز هلاقي ان عندك هنا الصوره اللي انا حملتها. هختارها وطبعا اضغط على اوبن. تمام. نفس الكلام، اضغط كليك شمال هتضاف عندي. انا همسح دي لان كده كده اصلا عندي. وحابب ان انا مثلا ودلوقتي عندك جزء المنيو او الاختصارات اللي بتبقى لليوزر. تمام. عندك حاجة اسمها هنا الصفحة الرئيسية والمنتجات والعروض واتصل بنا. تمام. بس الفكرة ان المنتجات هنا واخدة سهم، ونفس الكلام العروض واخدة سهم. ليه؟ لان زي ما انتوا عارفين طبعا السهم ده ان معناها هينزل قائمة منسدرة او دروب داون فيها حاجات اكتر، روابط اكتر. تمام. ممكن المنتجات بيكون تحتها 10 روابط. هل حابين ان يبقى بالشكل بدل ما يبقى بالاربعه كده واختصرناهم في في المنتجات مثلا، هل هنحطهم جنب بعض؟ هيبقوا كتير جدا. وهتعرفوا ليه دلوقتي. انا جيت هنا مثلا، انا خلاص حبيت ان انا ايه، خلاص هضيف جزء المنيو اللي هو ايه التكست. جيت هنا اخترت تكست، كليك شمال برضو. تمام. هاجي هنا اكتب بقى اول حاجة عندي الصفحة الرئيسية. تمام. عندك هنا الصفحة الرئيسية جاتلك بشكل معين اللي هو ايه التكست بحجم معين بلون معين، نفس كل ده. ايه الاختلاف بين اللاير العادي والتكست بالنسبة للتفاصيل بتاعته؟ عندك اول حاجة في اللاي اوت طبعا زاد حاجة هنا، اوتو ويدز. ده معناه ان اوتو ويدز ده معناه ان الفريم هيتمدد ويصغر ويكبر على حجم التكست اللي جواه. زي ما انتم واخدين بالكم ان الفريم بيكبر ويصغر معاكم. طب انا لو مسحت ده كده، تمام، مثلا انا عايز، لا مش مثلا، عندك تاني حاجة الاوتو هايت. تمام. عندك تيجي كده بتكون مديله مساحة معينة للفريم ده. خلاص لو جيت تكتب ايه هينزل لتحت. تمام. هينزل ايه لتحت. تيجي تمسح، تيجي كده بالحجم ده مثلا. تمام. وتيجي تكتب اهلا بيك في كورس فيجما الخاص بعبد اهو المجيد. خدت بالك انت اديت له ويتس معين، بدأ ان هو ايه ينزل لتحت ويكمل بلا 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 اي حاجة كده. تمام. طبعا همسح كل ده كده وهاجي طب ايه التالتة دي برضو؟ دي انت خلاص حددت الويتس والهايت. تمام. بس لما تيجي خلاص تيجي كده تكتب وخلاص انت جبت اقصى حاجة وتيجي تكتب هتطلع بره الفريم خالص. فطبعا دي انت بتيجي كده بتكبر بقى الهايت او الويتس بتاعك. تمام. وطبعا دي ليها استخدامات كتير، يعني لها استخدامات معينة. تمام. عندك كمان انت خلاص عرفت الزيادات اللي في الاوت بالنسبة للتكست. عندك جزء التايبوجرافي. جزء التايبوجرافي ده ايه؟ عندك اول حاجة نوع الخط نفسه. انا دلوقتي استخدمت خط اسمه فونت اسمه المراعي. تمام. انا ممكن أجي هنا كده. تمام. عندك خطوط جديد كتير جدا، مئات الخطوط. تمام. انا هاجي مثلا اختار اكتب في السيرش. انا هختار الخط ده مثلا. اول حاجة ظهرت لي ظهر لك بالشكل ده. طب انا دلوقتي في حاجة اسمها سمك الخط. انا عايز اخليه رفيع، تخين، تخين جدا، او رفيع جدا، او وسط. تمام. عندك حاجة هنا اسمها ريجولار. ده الديفولت بتاعك ايا كان نوع الخط. ممكن اصلا الديفولت بتاع خط معين يبقى بولد بس او تخين بس مفيش انه امكانية ان هو يبقى رفيع او تخين. هتيجي عند الريجولار هنا. تمام. عندك اول حاجة هنا المتاحين ايطاليك وريجولار. احنا لا، احنا عايزين كل ال الحاجات المتاحة بالنسبة للخط. عندك الريجولار. لا لما جيت هنا كده عندك اول حاجة اللايت
عندك هنا لايت، ميديوم، سيمبل، بولد، اكسترا بولد، بلاك. تمام. طبعا لما اجي بقف على حاجة، كل ما السمك بيظهر عندك اول حاجة الرفيع جدا بالشكل ده، جيت اخترت اكسترا لايت، تمام، جالي بالشكل ده برضو. تمام. رفيع برضو، جيت عند لايت، بدأ ان هو السمك، لو قربت شوية اكتر، بدأ ان السمك يصغر ويكبر زي ما انتوا شايفين. عندك الريجولار، تمام، نفس الكلام. عندك الميديم، هو ايه اللي حصل؟ هو ما كانش اصلا بيكبر وصغر لثانية. تمام. يعني دلوقتي الفونت ده، التعديلات التانية دي ما بتطبقش غير على الانجليزي. تمام. عندك العربي هنا، خدت بالي ان التعديلات دي ما بتطبقش على، يعني هو واخد ريجولار بس، يعني ريجولار هيبقى واخد ريجولار وميديم، لا حتى ما خدش ميديم، وسيمبلد وبولد واكسترا بولد. تمام. هنيجي مثلا عند الكلمة دي، زي ما انتوا واخدين، زي ما انتوا شايفين ده رفيع، ده بدأ كل ما تطلع كل ما السمك يزيد اكتر. تمام. انا مثلا اخترت سيمبل او ميديا مثلا، اللي هو وسط الوسط. تمام. خلاص انا اخترت نوع الفونت، اخترت حجم الفونت، سمك الفونت اقصد. انا عايز بقى ان انا اختار حجم الفونت نفسه. الفونت ده جاي بشكل صغير والسمك رفيع. تمام. الحجم صغير والسمك رفيع. هاجي عند ميديم اغيرها، الاقي ان عندك حاجة اسمها ريجولار. تمام. طب نفس الكلام، انا لو جيت ايا كان حجم الفونت وانت محتاجه، مثلا 90، 200، 1000، يعني شوف لو جيت 1000 جالي بالشكل ده كده، ايا كان الحجم اللي انت محتاجه. تمام. انا محتاج ان هو الفونت يكون بحجم بسايز 18 مثلا. تمام. وده اللي انا مستخدمه فعلا. جيت اخترت، ضغطت 18. تمام. ريجولار، فونت معين. انا دلوقتي حملت من جوجل فونت هو موجود اصلا في فيجما نفسه، المراعي. تمام. اخترت المراعي بالشكل ده، وكتبت الصفحة الرئيسية تاني. خدت بالك ان الفريم بيتمدد معاك عشان انا مختار ان هو يبقى اوتو ويدز. تمام. طب ايه فكرة الجزء الاخير في اللاي اوت ده، مع الاوتو ويدز والاوتو هايت؟ الفكرة هنا ان انا ممكن اخلي المحتوى بتاعي ده كده اهو، امسح مثلا دول، يكون في اليمين، يكون في اليمين وفوق، او في النص مثلا. هاجي كده، عندك تحت هنا كده. خلاص انت اخترت حجم الفونت. ممكن نرجع للنقطة دي بعدين. احنا ممكن مثلا ايه نعمل كذا سطر. تمام. ننزل تحت كده ثانية، نيجي تحت نعمل سطر تاني، سطر تالت. في عندك سبيسز او مسافات بين الاسطر وبعضها. هتيجي عندك تحت هنا هتلاقي الديفولت بتاعها اوتو. تمام. انت ممكن تديها رقم معين، او تيجي هنا كده تقف وتفضل تزود. انا ممكن اديها مثلا ايه رقم معين 30 مثلا، او خدت نسبة مئوية مثلا 180%. تمام. خدت تمام 22 مثلا، او 43. كل ما بتدي رقم، اذا كان بالموجب او بالسالب، فهتيجي معاك يا اما تزيد يا اما تقل طبعا. تمام. عندك تاني اللي جنبها، ايه بقى؟ دي المسافات بين الاحرف نفسها. يعني لو جيت زودت كده هتلاقي ان المسافات بين الاحرف بقت بالشكل ده كده. طب اجي ارجعها بقى هيروغليفي كده، اجي ارجعها هتبقى بالشكل ده. طب دلوقتي انا خلاص عملت المسافة بين الاسطر والاسطر، وعايز اظبطها في الفريم. تمام. انا عايز اخليها في النص. هاجي من هنا اخليها في السنتر هنا كده. تمام. اخليها فين؟ في السنتر. طب انا عايز اخليها في السنتر مش فوق، لا انا عايز اخليها تحت. اجي في الجزء اللي هنا ده اخليها في النص. نفس الكلام، يمين، شمال، في الجنب، ده فوق، في النص، تحت. تمام.
انا عايز اخليها في النص، و قصدي في النص، في النص وفوق. تمام، بقت بالشكل ده كده. تمام. انا همسح دي طبعا. انا دلوقتي عايز الفونت بالحجم ده بالسمك ده. هاجي اضغط كليك. هاجي ان انا اعمل برضو نفس الكلام، تكست تاني، اكتب من نحن مثلا. تمام، بالشكل ده هياخد نفس الاعدادات بتاعه الفونت اللي قبله. تمام. طب انا عايز بدل ما اقعد اجي اكتب ان انا اختار التكست ومش عارف ايه، واجي اعمل كليك شمال واكتب، لا، انا ممكن اجي اضغط على دي، على التكست ده مثلا، واضغط على الت واقوم ساحب ده كده معايا، هيتنسخ معايا عادي جدا. تمام. او ممكن برضو طريقة تانية، ان انا اضغط كليك يمين وعندي حاجة هنا اسمها كوبي طبعا زي ما انتوا عارفين، واضغط كليك يمين تاني بيست. تمام. انا دلوقتي عايز الصفحة الرئيسية، انا طبعا هخليها من نحن، اغير المحتوى بتاعها، اخليها في النص. انا كده في نص الفريم، بحيث ان انا اعدل تبقى بالشكل ده، بدل ما ان انا اعدل تبقى كده، فاهمني، تبقى تروح على اليمين، لا انا عايزها في النص كده عادي. تمام. نفس الكلام هنا برضو المنتجات. طب انا دلوقتي